عاجل. شوف ريال مدريد تهدد الكاف بسبب ما وقع على إبراهيم دياز مع السنغال. في خطوة مفاجئة نقلت النزاع من أروقة الكاف إلى الساحة الدولية، قرر نادي ريال مدريد الإسباني التدخل مباشرة بعد الأحداث المثيرة للجدل التي شاهدها نهائي كأس إفريقيا بين المغرب والسنغال، والتي طالت لاعبه الدولي المغربي إبراهيم دياز خلال توقف المباراة 17 دقيقة وتنفيذ ركلة الجزاء الحاسمة. مصادر تؤكد وتفيد بأن النادي الملكي أرسل تقريرا طبيا ونفسيا مفصلا إلى الفيفا يوثق ما وصفه بالترهيب والضغط غير القانوني الذي تعرض له دياز، مؤكدا أن سلامته الذهنية والتركيزية تأثرت وأنه وضع في بيئة عدائية غير آمنة. الأخطر أن ريال مدريد لوح بإمكانية مقاضاة الكاف والمطالبة بتعويضات مالية في حالة ثبوت الإهمال التنظيمي، معتبرا أن هذا الأمر يهدد مسار اللاعب المهني وقيمته السوقية. في مدريد بدا الطاقم الفني بقيادة ألفارو